الناس اللي بتلعب نفسيا بينا على الوتر الحساس بتاع الخوف اللي جواك ده ممكن يبقوا عارفين ان الخوف اللي جواك يكون خوف من فشل او خوف من رفض او حتى انك تفقد حاجة مهمة في حياتك زي شغل او علاقة. هو عارف لو حطك تحت ضغط غالبا هتجاوب بسرعة ومن غير تفكير في عواقب القرار اللي انت بتاخده. اهلا بيكم يا جماعة في الفيديو الخامس من سلسلة 30 حيلة في علم النفس الأسود. موضوع النهاردة مرعب شويتين بس ما تقلقوش، هنفككوا سوا عن حاجة كلنا حسينا بيها في وقت من الأوقات، وهو الخوف. ازاي الناس دي بتعرف تعمل علينا حاجة اسمها تلاعب بالخوف. ده بيخليك تاخد قرارات كنت أساسا مش هتاخدها لو كنت في وضع طبيعي. طول ما في خوف فهو في تلاعب. هديك مثال بسيط عشان نفهم أكتر. واحد مديره في الشغل بيدخل عليه يقول له لو ما عملتش الشغل الزيادة ده اللي هو ملهوش اوفر تايم او ملهوش فلوس تانية انا هدور على حد تاني. فبالتالي الراجل بيخاف على اكل عيشه ويعمل ايه؟ يشتغل الشغل الزيادة ده ويقعد وقت اكتر ويبذل من وقته ومجهوده وصحته. طب ليه؟ عشان خايف على ايه؟ خايف على شغله، خايف على اكل عيشه، خايف على مصدر رزقه. هنا بنقول طول ما في خوف فدايما في تلاعب، وده موجود بسكيل أوسع وشكل أوسع في حياتنا. مش بس أشخاص بيستخدموا، ممكن دول، ممكن حكومات، ممكن سياسات على النوع ده من التلاعب النفسي. ودي حاجة تم دراستها علميا. تعالوا نحكي حكاية صغيرة كده. الحكاية بترجع لقصة حقيقية، إن في دراسة انتشرت في مجلة علم النفس الاجتماعي التجريبي. الباحثين قرروا يعملوا تجربة بسيطة كده على بعض المتطوعين، شوفوا رد فعلهم قدام مواقف كتير فيها تهديد، زي مثلا انهم لو مرجعوش الحاجة دي في الوقت المناسب هيخسروا مكافأة كبيرة. الناس بتستجيب اسرع لما بيكون في تهديد او خوف. مخنا ببساطة بيترجم الخوف على انه خطر كبير، فبتلاقي نفسك بتتصرف بسرعة وبطريقة مش محسوبة عشان تتخلص بس من التهديد ده، حتى لو كان ده بأي تمن أو حتى حاجة هتضرني. ازاي نتعامل مع الحيلة دي لما حد يستخدمها ضدنا؟ أول حل من الحلول إن أنا أعرف مصدر الخوف. أول حاجة أسأل نفسي أنا خايف ليه؟ كتير أوقات الخوف بيكون نفسي أكتر من إن هو حقيقي. الخوف أساسا وهم في دماغنا. اتنين، حاول تبص للوضع بموضوعية أكتر. يعني هل فعلا لو مشيت من الشغل ده الدنيا هتقفل؟ غالبا لأ. تالت حاجة هعملها تقييم المخاطر بعقلانية. خد وقتك، فكر انت في موقف تخاف منه بجد، ولا ده مجرد شخص بيحاول يهددك عشان ياخد حاجة منك؟ عشان في فرق كبير بين التهديد الحقيقي وبين التهديد النفسي اللي بس بيلعب على أعصابك. وحاجة استشير حد موثوق فيه، ولما تحس انك مش قادر تقرر دايما خلي حد من بره يشوف بهليكوبتر فيو كده الموقف معاك. لما تبقى متوتر بيبقى صعب ان انت تشوف الامور بوضوح. الخوف ده بيبقى سلاح قوي قوي في ايد المتلاعبين، لكن لو انت وعيت ان ده مجرد لعبة منها هتقدر تاخد خطوة لورا وتفكر كويس قبل ما تاخد اي قرار، هتعرف دايما وتفتكر دايما انك مش لوحدك في الدنيا. ولو الدنيا قفلت في وشك اتكلم مع حد يقدر يساعدك. لو حصل معاك حاجة شبه كده ومش عارف تفكر اكتب لي في الكومنت وانا هرد عليك.